بطولة دوري الأمم الأوروبية اللي كان نص النهائي بتاعها مولع في الماتشين، سواء ألمانيا والبرتغال وفرنسا وأسبانيا. الماتش اللي كان قوي جدا، كان تكسير عظام. كانت أسبانيا مكتسحة الماتش انتهى بتأهل أسبانيا 5-4، وأسبانيا كانت بتلعب على الواقف، يعني ما بذلتش مجهود. من وجهة نظري يمين يامال كان بيلعب على الواقف، ما بذلش أقوى حاجة عنده، ويسجل هدفين، ضربة جزاء وهدف تاني، ويساهم في بعض الهجمات، ضيع اجوان. وألمانيا نفس الكلام، حاولت بس خسرت من البرتغال 2-1، والبرتغال بتتأهل للنهائي لتاني مرة في تاريخها في البطولة ديت. هي كانت واخدة أول نسخة من البطولة، والنهائي هيجمع بين البرتغال وأسبانيا. البرتغال بقيادة رجال كريستيانو رونالدو، وأسبانيا بقيادة يمين يامال. والنهائي هيبقى جامد، بس الأولوية والأسبقية لأسبانيا بالسكواد الجامد اللي عندها. اسبانيا وصلت لنهائي دوري الأمم الأوروبية، وفرنسا هتلاعب ألمانيا على الثالث والرابع. كل الماتشات دي هيبقى ماتش الثالث والرابع يوم الأحد الساعة 4، والنهائي هيبقى يوم الأحد الساعة 10، فهتبقى ماتشات قوية جدا. فده كان دوري الأمم الأوروبية. كأس العالم للأندية والمجموعات الثمانية هنقولهم بالتفاصيل والفرق المشاركة. المجموعة الأولى معانا الأهلي وبورتو وبالميراس البرازيلي وانتر ميامي المستضيف للبطولة الأمريكي. المجموعة التانية معانا أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان متوج بدوري أبطال أوروبا، وبوتفورج وستايل ساندوس. المجموعة التالتة بايرن ميونخ، اوكلاند سيتي، بنفيكا، بوكا جونيورز. المجموعة الرابعة تشيلسي، الترجي التونسي، وفلامينجو ولوس أنجلوس. والمجموعة الخامسة انتر ميلان المصفوع من باريس سان جيرمان ب5، ورادو ديمونز ومونتري وريفر بليت. المجموعة ديت مجموعة يعني ايه، كحيانة خالص من وجهة نظر. المجموعة الستة سان داونز وبروسيا دورتموند ولوسان يونايتد وفلومنسي. المجموعة السابعة مانشستر سيتي الوداد المغربي والعين الاماراتي ويوفنتوس الايطالي. المجموعة الثامنة الأخيرة اللي هتبقى ريال مدريد الأسباني، الهلال السعودي، باتشوكا، وريد بول سالزبورغ. دي مجموعات كأس العالم للأندية بالنظام الجديد اللي عاملينه بنفس نظام كأس العالم للمنتخبات، كأس العالم الكبير. ودي أول نسخة تتعمل 2025، فدي أول نسخة تجريبية. مش عارفين البطولة دي هتكمل بعد كده بنفس الشكل ولا لأ. ده نظام جديد، برغم اصلا هم بيسوقوا للبطوله وبيزودوا الرعايه وفلوس اكتر للانديه والاتحادات، وبيسوقوا للكاس العالم للانديه، برغم ان الموسم انتهى واغلب الانديه دلوقتي في راحه تستعد واخده اجازه، وبعد كده هترجع في شهر 7 وتستعد للموسم الجديد. هم اللعيبه لسه منتهيه من الموسم بتاعها وبتلعب بطولة جديدة، فهل اللعيبة أصلا مستعدة بدنيا اللي تشارك في ماتشات جديدة وبطولة جديدة ومنافسة جديدة؟ هنشوف البطولة هل هتنجح ولا هتفشل، وهل الفرقة هتقدم دور كبير وهيبقى فيه منافسة، ولا هتبقى بطولة فاشلة باكتساح. فده اللي هنشوفه في البطولة وهيتثبتوا الماتشات. طبعا كل الفرق بتجري بعض الصفقات استعدادا للموسم الجديد، والأهلي والفرق العربية عملوا صفقات عشان يستعدوا كأس العالم عشان يظهروا بظهور مميز. فهنشوف اللي هيحصل في الماتشات والبطولة. على البداية بتاعتها هتبقى ماتش الافتتاح انتر ميامي والأهلي يوم 15/6 الساعة 3 الفجر، 3 صباحا. فالبداية هنشوف اللي هيحصل فيها. كل التوفيق للأهلي والفرق العربية كلها المشاركة في كأس العالم للأندية، ويظهروا بمظهر مشرف للدول العربية والوطن العربي. طبعا الأندية ده كأس العالم للأندية خلاص هيبتدي، وباقي الفرق بتستعد. الفرق اللي واخدة أجازة مش مشاركة في كأس العالم للأندية بتستعد للموسم الجديد، وهو اللعيبة واخدة أجازة وبيجروا بعض الصفقات عشان يستعدوا للموسم الجديد بقوة. وبرشلونة بتسعى لضم بعض اللاعبين سواء في الهجوم أو في حراسة المرمى، أبرزهم حارس مرمى حارس إسبانيول خوان جارسيا. قربوا يخلصوا الصفقة بكسر الشرط الجزائي قيمة 25 مليون يورو. قربوا برشلونة يقتربوا من إعلان على الصفقة خلاص. برشلونة بتسعى لتدعيم الصفوف في الهجوم بجناح مهاجم. فبس دي كانت كل حاجة في الكورة في الأسبوع ده. وعجب الحلقة متنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل جرس التنبيهات. تابعني على السوشيال ميديا، اللينكات في الديسكريبشن. في حلقة جديدة،
سلام، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد على الأمة العربية والإسلامية أجمعين.